ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه جميله جدا لتكثيف الشعر ومنع التقصف بتاعه. وصفات طبيعيه وحاجات جميله جدا، ومكونات بصراحه غنيه بالفيتامينات والمقويات لفروه الشعر. هنا هنستخدم حاجات جميله جدا. عندي هنا زيت زيتون، انا كنت جايباه من مرسى مطروح. حاجه كده خام وجميل ما شاء الله عليه، مش مغشوش ولا اي حاجه. وهو زيت الزيتون ده وصفة أساسية معانا النهاردة في الوصفة بتاعت الشعر دوت. بجد هتخلي شعرك ممتاز جدا. أول حاجة هنا بنستخدم حبة البركة أو الحبة السوداء. طبعا هنا حبة البركة بنحافظ على فروة الشعر، وبتمنع التساقط والتقصف، ومضادة للبكتيريا. وهنا دوت القرنفل أو اسمه المسمار، بيقوي الشعر طبعا، وفيه فيتامين A وفيتامين C، وبيحتوي طبعا على الكالسيوم وبيمنع تساقط الشعر. هنا عندنا الروزماري او اللي هو اكليل الجبل دوت، بينشط الدورة الدموية وبيغذي بصيلات الشعر وبيخليها دايما مترطبة وطرية كده وجميلة. عندنا هنا بنحط المكونات دي على بعضها، وهنزل هنا عليهم بكوباية زيت زيتون. الوصفة دي رهيبة بجد، انا جربتها بصراحة. اللي عنده فراغات في الشعر او عنده تساقط كده بنقص فيتامينات او اي حاجة في الاكل، التركيبة دي بتعوضها بصراحة. جميلة جدا. هتستخدموها يعني اهم حاجة ان انتي تواظبي عليها على طول. هناخد الوصفة دي وننزل بيها على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نصفيها. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. هنصفي الوصفة بتاعتنا دي، او الحاجات اللي احنا خلطناها مع بعض دي هنصفيها كويس. وعندي هنا علبة فاضية بتاعت كريم او برطمان، او عندك بخاخ، اي حاجة ممكن تستخدميها. بتحطي فيها الوصفة ديت مع الزيت، وبنسيبها في مكان معتم حوالي يومين كده، وبعد كده بتبدأي تستخدميها. بصراحة الوصفة دي جميلة جدا. واحدة صاحبتي بصراحة قالت لي عليها وجربتها. انا جربت علاجات كتير جدا لتساقط الشعر والفراغات والتقصف، بصراحة ما جابتش نتيجة، فلجأت للوصفات الطبيعية دي. بصراحة بتفرق كتير جدا. استخدموها وان شاء الله تعجبكم ومش هتندموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.